ما تكملش الفيديو ده لو مش عايز توصل للجسم الاستاتيك، او بمعنى اخر الجسم الجمالي او المثالي، ايا يكن ايه المسمى. هو ده الجسم اللي هيغير لك حياتك ويخليك واثق من نفسك ويخليك اجتماعي اكتر وصحي اكتر. بس قبل اي حاجه، ده انا قبل ما اخطي عتبه الجيم واشيل حديد، وده برضو انا بعد اول سنه ليا في الجيم وبالتزامي بجدول الكابتن الدولي في الجيم بعدد مجاميع وعدات 4 في 12. وده انا دلوقتي بعد تطبيقي للدليل الشامل وبعد اكتشافي ان انا ضيعت اكتر من 3 سنين في الجيم على الفاضي. فاعتقد ان احنا مش محتاجين مقدمة اطول من كده ولا اقل. انا يوسف حسن، شاب بيحاول يطور من ذاته وبيديك خبرته وتجربته خلال الرحلة دي. فلو اول مرة تشوفني او شفتني قبل كده فجهز، عشان الفيديو ده هيكون دسم جدا. في الفيديو ده انت هتطلع منه فاهم ازاي تبني جسمك صح، وازاي تعمل نظام غذائي كامل لنفسك، وهل لو اتمرنت في البيت هبني جسم حلو ولا لازم انزل الجيم. فلو حابب تروح لجزء معين هتلاقيني مجزلك الفيديو عشان ما اضيعلكش وقتك الغالي يا غالي. طيب تعالى في السريع وبشكل مختصر كده اعرفك ايه اللي بيحصل عشان تبني عضلات اصلا، وبالمره عشان لو حد سالك تكون فاهم انت بتعمل ايه هو ميكانيزم او طريقه بناء العضلات. انت لما بتنزل الجيم او تلعب في البيت، ومثلا انت عايز تلعب تمرينه للباي، فهناخد تمرينه بسيطه جدا زي الباي كيرل. عضله الباي زي اي عضله في الجسم عباره عن الياف. الالياف ده انت بتنزل حرفيا في الجيم بتقطعها. فاللي بيحصل وانت بتلعب الباي كيرل، انت عمال بتقطع في الالياف بتاعه الباي، تخلص تمرينتك وتاكل الوجبه اللي بعد الجيم وتخش تنام. التقطيع بقى اللي انت عملتها في عضله الباي بيحصل لها استشفاء بعد ما تكون اكلت ودخلت المواد الغذائيه او الماكروز اللي هي زي مثلا البروتين والكربوهيدرات والفاتس. فبعد الاستشفاء ده عضله الباي بتكبر. فدلوقتي بقى عندنا 3 أركان: تقطيع الألياف والغذاء والاستشفاء. ال3 دول هم الأساسيين في بنائك لأي عضلة في جسمك. فدلوقتي بقى إزاي نبني نظام غذائي كامل من A to Z أو من الألف للياء. أول حاجة لازم تبقى عارف إن جسمك غير جسمي غير جسم الناس كلها، يعني احتياجك للأكل والسعرات غيري غيرك وغير الناس كلها. طيب ليه بتقول كده؟ لأن كذا حد لما جه يشترك معايا قال لي إن هو كان مشترك مع حد واداله دايت ومشي عليه وما عملش اي نتيجة، شهرين 3 4 ما عملش نتيجة. ده لان بعض الكباتن وربنا يسامحهم يا رب، وانا كنت وقعت مع واحد فيهم، بيكونوا مجهزين فايلات بيبعتوها لكذا حد، لكن ما بيكلفوش نفسهم في انهم يعملوا الدايت مخصوص للي دافع دم قلبه في ان هو يشترك معاه. فتعال اقول لك ازاي تعمل نظام غذائي لنفسك. هات ورقة وقلم واكتب ورايا عشان تعرف انت تعمل ايه بعد كده لوحدك. مبدئيا كده انا محتاج منك طولك ووزنك وسنك. دلوقتي بقى عايزك تقوم وتروح تصور نفسك وتشوف هل انت محتاج تنشف ولا محتاج تضخم. حددت الهدف اكتبه عندك في الورقة جنب الطول والوزن والسن بتاعك. دلوقتي بقى محتاجين نحسب سعرات الثبات، ودي عشان نحسبها ليها كذا معادلة زي مثلا ميفلين وهاريس، وفي ايكويشنز كتير تانية غيرهم عشان تحسب سعرات الثبات بتاعتك. وهتلاقي دلوقتي طلعت لك معادلة من المعادلات اللي المفروض بتحسب بيها سعرات الثبات بتاعتك. مش عايزك تتخض، عايزك تاخد الايكويشن دي وترميها في الزبالة. ليه؟ لان في مواقع كتير وفي برامج كتير بتقدر تحسب لك سعرات الثبات بتاعتك بدون اي مشاكل وبدون اي تعب وبدون لخبطة في المعادلات وكل الكلام الكبير ده. زي مثلا عندك كالوري كالكوليتور اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، هيحسب لك كل حاجه. كل عليك هتخش تسجل وزنك وطولك والسن بتاعك والجندر سواء كنت ذكر او انثى، لانها بتفرق جدا، لان سعرات ده غير سعرات دي. وبعد كده تقول له انت عايز تتمرن كام يوم في الاسبوع وتضغط كالكوليت، ومبروك عليك سعرات الثبات بتاعتك ظهرت قدامك. بس عايز اقول لك على حاجه، ان كل الكلام ده على الورق، يعني بنسبه 80% ممكن يكون السعرات الثبات ديت صح. وما تقلقش هقولك ازاي تتاكد ان هي صح. دلوقتي عايزك تكتب السعرات دي عندك في الورقه وتشوف ايه هو هدفك دلوقتي، هل التنشيف ولا هل زياده في الوزن. تمام، لو هتزيد هتزود من 300 ل 500 على السعرات اللي قدامك. طب لو هتنزل وزن هتنقص من 300 ل 500 من السعرات اللي موجوده قدامك. انا وليكن الهدف بتاعي التضخيم، وسعرات الثبات بتاعتي بعد الزياده طلعت 3000 كالوري. طيب دلوقتي بقى وصلنا لاهم حته، وهي ازاي اقسم وجباتي على عدد السعرات الحراريه الاجماليه اللي طلعت لي في الاخر، واللي هي زي ما انا قلت لك ال 3000 كالوري. وازاي احسب نسبة البروتين والفاتس والكاربس واقسمها على عدد السعرات الحرارية دي. اول حاجة لازم تحسبها وهي تشوف نسبة الدهون اللي المفروض تمشي عليها. نسبة دهون، وانا المفروض امشي على نسبة دهون؟ مش المفروض لو انا عايز اخس اقطع الدهون خالص؟ طيب مفيش حاجة اسمها تقطع دهون لمجرد ان اسمها مش عاجبك او اسمها مش على هواك فتقوم قاطعها خالص. الكلام ده مش هيعمل حاجة غير انه يضرك بس، فبلاش تعمله احسن. عندنا نسب الدهون بتتراوح من 20 ل 35%. 35 لو انت الحرق عندك سريع او شغلك فيه حركة كتير، فساعتها تقدر تختار 35. 20 دي لو انت عايز تخس جامد وما انصحش بيها بالذات للبنات.
فالولاد احسن نسب هي من 20 ل 25. طب للبنات من 30 ل 35. انا عن نفسي لان الحرق بتاعي سريع شويه هاخد 25% دهون، فاشيل 25% من السعرات الاجماليه اللي طلعت لي. بص ما تعملش النقطه ديت، انت بس تعرف انك هتاخد 25%، وهقول لك ليه، لان في طريقه سهله تعرف تعمل بيها وجبات بتاعه اليوم بتاعتك. نخش على تاني حاجه، وهي ازاي تحسب نسبه البروتين بتاعتك. هتضرب من 1.6 ل 2.2 في وزن جسمك، اللي هو من 1.6 ل 2.2 في وزن جسمك. طيب انا اختار ازاي النسبة ديت؟ بتختارها على حسب هدفك. بمعنى اللي انت لو عايز تضخم فهتتجه لل 1.6، طب لو انت عايز تنشف هتتجه للنسبة الأعلى اللي هي 2.2. أنا هدفي الضخامة فهضرب 1.6 في وزن جسمي، ونقول وزني 70 فهضربه في 1.6 فيطلع لي 112 تقريبا جرام بروتين. فزي ما قلت لك برضو في الفاتس مش محتاجين بقى نحول الجرام بروتين ده نحولها لسعرات حرارية والجو الكبير ده، أنا عايزك بس تعرف إن أنت كام جرام بروتين هتحتاجه في الدايت بتاعك. دلوقتي بقى يعتبر احنا كده خلصنا، جبنا أهم 3 حاجات ألا وهي السعرات الحرارية اللي المفروض أمشي عليها، ونسبة البروتين اللي امشي عليها، ونسبة الفاتس او الدهون اللي المفروض ان انا امشي عليها. دلوقتي عايزك تركن الورقة او الكراسة اللي انت كتبت فيهم كل الكلام ده، وتروح تفتح تليفونك وتحمل برنامج اسمه ماي فيتنس بال. اول ما تحمل البرنامج هيطلب منك انك تسجل الدخول وتكتب بقى حسابك والباسورد والكلام ده. بعد كده هيسألك ايه هو هدفك من التدريب، زيادة ولا نقصان وكل الكلام ده. بص عايزك تكتب اي حاجة، ما تهتمش بالموضوع ده، هاتوا منك وزنك وطولك وكل الكلام ده، وعايز تخس قد ايه في الاسبوع او عايز تزيد قد ايه في الاسبوع، اكتب له اي حاجه ريحه. خلاص بقى خلصت ودخلت البرنامج، فكك من اي حاجه موجوده قدامك وخش على المكان ده، هتكتب فيه عدد الكالوريز اللي احنا لسه كاتبينها عندنا في الورقه. دلوقتي بقى هنختار النسبة بتاعت الفاتس اللي احنا اخترناها اللي هي كانت 25. احنا المفروض هدفنا هنا اللي احنا نقفل 25 اللي تحت ديت ل100%. هنقوم مختارين البروتين أقرب نسبة وأقرب رقم جرام للرقم اللي احنا اخترناه. احنا كنا اخترنا 112، فهنقوم واصلين لحد ما نلاقي حاجة قريبة ليها ألا وهي ال15%. بعد كده بقى بنكمل ال40% كاربس. تمام، وكده احنا خلصنا الدايت بتاعنا بالكامل. طيب احنا كده جهزنا عدد السعرات الحراريه وجهزنا الفاتس والبروتين ونسبه الكارب. دلوقتي هنخش تحت عند لوك فود. تمام، هيبقى عندنا في بريكفاست وعندنا لانش وعندنا الدينر وممكن نزود سناك. تمام، هتقوم داخل عند بريكفاست وبعد كده تقوم انت مدخل الوجبات بتاعتك، وكذلك هتروح عند اللانش تقوم مدخل الوجبات بتاعتك، وكذلك العشاء وكذلك السناك موجود تحت. وبكده نكون خلصنا يا بطل، والباقي كله عليك من دلوقتي. كل اللي عليك انك تشوف انت تاكل ايه في الفطار والغدا والعشاء، وتشوف بقى هل انت قفلت السعرات والبروتين والكارب والفاتس بتوعك ولا لا. بس خليني اكون صريح معاك، في اول مشوارك ما اعتقدش انك هتعرف تقفلها وبنسبة كويسة جدا، وساعتها لو ما عرفتش تعملها فافضل حل ليك انك تروح تشترك مع حد تكون انت واثق منه، واثق انه مش هيضحك عليك ولا هيديك فايلات كانت جاهزه قبل كده، واثق انه هيعملك دايت وتمرين مخصوصين ليك انت ومتناسبين مع اسلوب حياتك وحالتك الماديه ونظام شغلك، واثق انه هيوصلك لهدفك من غير ما يتعبك معاه ولا يقعدك سنه سنتين من غير ما يبقى فيه تطور. طب في حاله بقى انك عرفت تظبطها، فساعتها الدايت ده لازم نجربه اسبوع على الاقل. بعد الاسبوع نشوف هل هو ماشي مع الهدف بتاعنا، يعني لو انا عايز زياده فاشوف هل انا زدت في الوزن، ولو عايز انقص فهل اشوف انا نقصت في الوزن ولا لا. طب لو عامل نتيجه عكسيه فساعتها للاسف هتضطر تعيد الحسبه دي من اول ومن جديد وتجرب تاني لحد ما توصل لهدفك. بس انا جيت عشان الخص عليك المشوار ده يا بطل، زي ما لخصته على كتير من الناس اللي اشتركوا معانا سواء جوه مصر او بره مصر، وعامل لك ليك انت خصم 50%، بس العدد محدود جدا لان السيستم هنقفله خلاص ومش هنقبل اي اشتراكات تانية لان بقى في ضغط كبير جدا من الاشتراكات. كل اللي عليك ابعت لي كوتشنج 50 بس على التليجرام، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن، ومستنيك يا بطل هناك. كده نكون خلصنا ركن من اركان البناء العضلي الا وهو الغذاء. دلوقتي بقى نخش على تقطيع الالياف او التمرين. بص اختيارك للتمرين او الجدول بتاعك بيعتمد على اسلوب حياتك، بمعنى انت لو قادر انك تتمرن 5 ايام في الاسبوع هتشوف جدول تمشي عليه 5 ايام في الاسبوع. طب لو انت قادر تتمرن بس يومين في الاسبوع تشوف جدول تتمرن عليه يومين في الاسبوع. لو عندك 3 تتمرن 3. ده بتختاره على حسب اسلوب حياتك ونظام الشغل بتاعك او نظام دراستك. خلاص انا اخترت الجدول اللي امشي عليه وهتمرن مثلا 3 ايام في الاسبوع، هلعب مثلا بوش بول ليج او هلعب مثلا اي تقسيمه تانية، المهم ان انا خلاص هتمرن 3 ايام في الاسبوع. دلوقتي العب 4 في 12 ولا 3 في 10 ولا العب مجاميع ايه وعدات ايه؟ في بدايه مشوارك يا بطل في الجيم او التمرين انت مش هتعرف الكلام ده خالص غير لما تجرب شهر على الاقل
وطبعا ده بيعتمد على الخبره اللي معاك، بتشوف فعلا ايه اللي جايب معاك وايه اللي مش جايب معاك. التمارين عباره عن مجاميع وعدات، كل ما زادت المجاميع كل ما قلت العدات، وكل ما زادت العدات كل ما قلت المجاميع. كل ما قلت العدات وزادت المجاميع فده كده اسمه هاي فوليوم لو انتنستي. طب كل ما قلت المجاميع وزادت العدات ده اسمه هاي انتنستي لو فوليوم. طيب مين فيهم الاحسن؟ ده برضو مش بنعرفه غير لما تجرب بعد شهر او شهرين، ده بيبقى على حسب الخبره. طيب المفروض انا اعرف امتى انا لعبت صح او ان تمريني بيجيب نتيجه. بعرف لما اوصل لحاجه اسمها الفشل العضلي. ده بعرف ان انا وصلت له ازاي؟ ده بعرف لما اللي هو انا مش قادر ارفع الوزن، اللي هو خلاص انا ثابت في مكاني مش عارف احرك الوزن. طيب هو انا المفروض اوصل لكل تمارين الفشل العضلي؟ لا، في بداية مشوارك للجيم او التمرين صعب جدا انك توصل لحاجة زي دي، لانك انت لسه في البداية بتتعلم التكنيك، لسه في البداية بتفهم اكتر في الجيم، فصعب جدا انك من اول تمرينة بتقوم جايب اخرك في التمرينة، مش هتعرف تكمل اصلا. هتحس ان اللي قدامك عامل لك تمارين جحيم حرفيا مش هتعرف تستحملها. في حاجة اسمها بقى الار بي اي. الار بي اي هو ده المقدار اللي بنعرف انت وصلت بيه الفشل العضلي ولا لا. بمعنى لو الار بي اي عندك 10 ده معناها انك وصلت للفشل العضلي، ده معناه ان مفيش عدة تانية تعرف ترفعها بالوزن. طب لو الار بي اي 8 ده معناه انك سايب عدتين في التانك او عدتين في المخزون بتاع رفعة الوزن، اللي هو انت في عدتين لسه تقدر تعملهم. ده بيجيب نتيجة وده بيجيب نتيجة. طب انت في بدايتك تلعب على ايه؟ تلعب على 8 ل 7. ده في البداية كويس جدا انك تبتدي بيه. في الملخص كده انت كبداية المفروض تعمل ايه؟ تختار عدد الايام اللي هتنزل فيها، تشوف الجدول المناسب لعدد الايام ده، بعد كده تبتدي بعدد مجاميع زي 3 مجاميع في 10 عدات او ل 12 عدة، تختبر بيهم نفسك تشوف هل فعلا ده جايب معاك ولا مش جايب معاك. والار بي اي ممكن تبتدي بحاجة زي 7 او 8، وده بيبقى على حسب برضو انت قادر تعمل ايه. فكده احنا خلصنا ركنين من اركان البناء العضلي الا وهما تقطيع الالياف والغذاء. اتبقى عندنا الاستشفاء. الاستشفاء عامل مهم جدا مينفعش تتخلى عنه. طب انت تتخلى عنه ازاي؟ تتخلى عنه بقلة نومك، لان زي ما انا قلت عملية الاستشفاء بتحصل وانت نايم، فلازم على الاقل يكون في من 7 ل 8 ساعات نوم موجودين عندك، بحيث ان انت يحصل لك استشفاء تام وتعرف تخش اصلا التمرين اللي بعدها. ومش معنى انك عايز تتمرن وتوصل النتيجة بسرعة انك تتمرن 7 ايام في الاسبوع، لازم يبقى في ايام راحة. الفكرة في المدة اللي هتحقق فيها النتيجة. هل انت عايز تحقق نتيجة بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد 3 شهور؟ وده بنحسبه عن طريق الدايت والتمرين اللي انت هتمشي عليهم. فبكده يا بطل انت تقدر توصل للجسم الاستاتيك. طيب من ناحية بقى التمارين في البيت، هل التمارين في البيت بتوصلك للجسم ده؟ ايوه بتوصلك للجسم ده، بس الفكرة انك في البيت هل انت اصلا عندك معدات ولا هتلعب وزن جسمك بس؟ لو هتلعب وزن جسمك بس فساعتها انت هتوصل لمستوى ممكن ما تعرفش تعديه غير بصعوبة. فالافضل ليك والاحسن لو انت عايز نتيجة اسرع انك تنزل الجيم. طيب في حالة ان انا عايز اتمرن في البيت، ايه العضلات اللي المفروض امرنها؟ مفيش حاجة اسمها في عضلات امرنها وعضلات ما امرنهاش، لا، جسمك كله لازم تمرنه، بس التركيز الكبير بيبقى على مناطق معينة زي الكتف، زي الرقبة، زي الترابس، زي الباي، زي التراي اللي هو الدراع كامل، زي الظهر، زي العضلات البطن، زي الشيست. كل العضلات ديت بيبقى التركيز عليها كبير، وطبعا الرجل طبعا ما ننساهاش. كل ده لازم تمرنه عشان توصل للشكل اللي هو الفي تيب او الجسم الاستاتيك او الجسم المثالي او الجمالي. وان دورت لكل عضله على تمرينه فصدقني في منها اشكال وانواع كتير تقدر تعملها عندك في البيت من غير معدات. بس زي ما قلت لك لو عايز نتيجه اسرع فحلك هو الجيم. وزي ما قلت لك لو عايز تلخص كل المواضيع ده تقدر تبعت لي كوتشنج بس على التليجرام وتسيب الباقي علينا. اخر نقطه مهمه ودي انا اتعمدت ان اسيبها في اخر الفيديو، طول ما انت بتتمرن وبتاكل وبتريح فاعرف انك هتعمل نتيجة، يعني هتعمل نتيجة. سواء بقى بتتمرن في البيت بتتمرن في الجيم، كل ده هيوصلك لهدفك. بس الفكرة هتوصل له امتى؟ بعد شهر، 3، 6، سنة؟ طول ما انت مستمر على انك تتمرن سواء بقى سنة، سنتين، 3، فاعرف انك هتعمل نتيجة. وبس كده يكون خلصنا. لو محتاج تعرف اكتر عن التمارين وازاي تختار التمارين المناسبة ليك فاكتب لي تحت في الكومنتس عشان الموضوع ده محتاج له فيديو لوحده. وخليك بطل قصتك للاخر. وبس كده، ربنا يحفظكم، ربنا يقويكم، وبس. السلام عليكم.